يا جماعة النهاردة هعمل سمك. ده الفلفل، شايفين يا جماعة الفلفل شكله ايه؟ ما شاء الله اللهم بارك. فلفل جميل جدا. طبعا انا مش هحط الكمية دي كلها على السمك، لا انا هاخد منها كام واحدة بس واشتغل فيهم دلوقتي حالا. شوفوا بقى يا جماعة البهارات بتاعة خلطة السمك. معلقتين كبار من المعالق الكبيرة ملح، ومعلقة ونص من الكبار برضو كمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة اهو. تمام. ودول بقى ايه ست قرنفلات اللي هو فلفل. ومعايا هنا 4 ليمونات قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، مقطعين صغير اهو عشان افرمهم في الكبة. تمام. يبقى انا عندي كزبرة وعندي كمون وعندي ملح وعندي فلفل سخن طبعا حار، شطة، وعندي عدد 4 ليمونات. دي خلطة السمك اللي هعملها دلوقتي. شايفين بقى دي كمية السمك اللي عندي. انا غسلتها حلو خالص، بس هعصر عليها دلوقتي ليمونة كاملة. تمام. لازم عصرة الليمون يا جماعة قبل ما اشتغل فيهم. اهو يا جماعة ادي النص الاولاني اهو، هوزعه على كل الكمية اللي عندي، كمية السمك اللي عندي اهو. لازم عصرة الليمونة دي. ودي النص التاني اهو. كل الكمية اللي عندي دي انا ايه عصرت لها الليمون. لازم عصرة الليمون. التكة دي حلوة جدا. التكة دي تكة عصرة الليمونة في الاول خالص من غير اي خلطة ولا اي حاجة اهو. تمام. لازم عصرة الليمونة اللي بقول لكم عليها دي اهو يا جماعة. الخلطة حطيتها في الكبة وهبتدي افرمها، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي حالا. ومعايا توم يا جماعة، توم كمية مش بطالة، كمية حلوة. دول 4 روس توم انا فصصتهم فصوص كبيرة، الصغيرين قليلين بس الفصوص اكتر الكبيرة. هضربهم مع الخليط دلوقتي حالا. يا جماعة السمك اهو بعد ما عصرت عليه الليمون، وادي الخلطة اهو اللي ضربتها في الكبة. يعني كتير قوي ما شاء الله اللهم بارك. وهبتدي اشتغل فيهم دلوقتي وهرجع لكم تاني، او هشوف دلوقتي اهو. دي مثلا اول حته اهي هعملها قدامكم اهو. انا بمسح يا جماعه عليها كلها اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. شايفين يا جماعه؟ طيب حته تانية ما شاء الله. على فكره انا بحب السمك جدا، وما اعتقدش ان في حد ما بيحبوش. كل الناس بتحب السمك. تمام. بصراحه انا بحب الخلطه اهو. الخلطه بحبها جدا اهو. كمان الجنب التاني اهو. تمام اهو. بحب الخلطة تبقى كتيرة، انا بحبها كتيرة اوي يا جماعة. تمام. طيب هعمل الخلطة دي كلها وبعدين ارجع لكم تاني. خلاص هتبلهم كلهم بالخلطة وارجع اشتغل فيهم قدامكم. خلاص اهو يا جماعة السمك انا تبلته زي ما انتم شايفين، كمية اللهم بارك. تبلتها وقعدت في التتبيلة 3 ساعات. حطيتها في التلاجة وبعدين طلعتها عشان اشتغل فيها دلوقتي حالا. انا عندي هنا عدد 4 بصلات فرمتهم في الكبة. تمام. اهو يا جماعة البصل المفروم 4 بصلات وهنزل عليهم بالزيت الكريستال. تمام. يعني معلقتين زيت كريستال، معلقتين او 3، وهنزل بمعلقة من الملح. تمام. معلقة من الملح الابيض
ومعلقة كبيرة شوية من الكمون المطحون. تمام. وهقلب عشان البصلة تتحمر معايا. تمام. هزود يا جماعة شوية زيت، لان الكمية لقيتها شوية قليلين، معلقتين الزيت صغيرين شوية على كمية البصل، 4 بصلات، فعاملة كمية ما شاء الله يعني كمية مش بطالة يعني. كمية ال4 بصلات بتاخد 5 معالق كبار من الزيت، 5 معالق بالظبط من الزيت، 5 معالق كبار من زيت الكريستال. تمام اهو. وعلى فكرة البصلة بتاعت السمك ما ينفعش ان انا احمرها قوي، يعني هتبقى نص تحميرة بس كده، وبعدين ايه ابتدي اشتغل فيها. تمام. البصل الابيض يا جماعه اللي هو المصري ده لا يعلى عليه بصراحه، جميل جدا. انا معليه على النار على فكره. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وعيد سعيد عليكم. انا طلبت معايا سمك يا جماعه، زهقت من اللحوم، زهقت من اللحمه كل يوم والفراخ، فقلت اعمل سمك النهارده ان شاء الله. قرن فلفل حلو كده حراق، نخليه التقليه بتاعت السمك حلوه، والرز كمان بتاع السمك حلو. احنا النهارده يا جماعه هنعمل رز معمر في الفرن، رز احمر وطحت السمك. طحت السمك يعني صينيه فخار، صينيه سمك فخار. تمام. كده يا جماعه كده تمام، حمرت نص تحميره. ابتدي انزل عليها بشفشة طماطم محترم. تمام. وهسيبها بقى ايه تتسبك، هعلي عليها النار. تمام. واسيبها تتسبك شويه 10 دقايق، تبقى الطماطم اتسبكت وابتدي اشتغل فيها. بصوا بقى يا جماعه السمك اهو، بعد ما تبلته حطيت له الدقيق بالطريقه دي، وهبتدي اشتغل فيه دلوقتي حالا. هحمره في الزيت، انا مسخنه زيت على النار، فابتدي اشتغل فيهم اهو يا جماعه. الزيت سخن تمام التمام. ابتدي بقى ايه انزل فيه حته حته السمك في زيت غويط. طبعا لازم الزيت يبقى غويط جدا بس كده. يا جماعه بحمر في زيت غزير، ولازم الطنجره اللي احمر فيها تبقى غويطه شويه، عشان انا حاطه زيت كتير، ازازه ونص من الزيت. انا قلبتهم طبعا وحطيت تاني عليهم اهو. يا جماعه السمك الحمر معانا احنا شايفين كده. يا جماعه انا عندي كيلو من الرز. تمام. كيلو من الرز اهو. عايزه اقول حاجه، عشان الرز يطلع مفلفل مغسلوش. تمام. ما ينفعش اغسله. الحكايه دي جربوها، هيطلع معاكم الرز مفلفل وطعمه حلو. تمام. هبتدي كده انزل بالتقليه. شايفين يا جماعه سخنه ازاي ما شاء الله، بتطلع دخان، بتطلع دخان يا جماعه اهو.
احلى سمك في الدنيا اللي معمول بصينيه رز معمر في الفرن. زي ما قلت لكم كده يا جماعه، الرز مش بيتغسل عشان يبقى مفلفل وطعمه حلو. تمام، بس كده، لا اكتر ولا اقل. هزيد الرز ده كوبايه ونص من الميه. هزيده كوبايه ونص من الميه. تمام، لان التقليه زي ما انتم شايفين كتيره قوي، وعشان طبعا يستوي ويتشرب فهحط له بقى كوبايه ونص من الميه. انا هحط له كده شويه تقليه اهو. تمام، وبعدين كوبايه ونص من الميه وهدخله الفرن. بس هحط له حاجه هنا، هحط له سمك يا جماعه. ده جزء من السمك اللي اتحمر، مش كله طبعا، بس انا بقول جزء منه. وانا هاخد بقى بيقولوا اللي هي مثلا حتت الروس. تمام، دي بيقولوا عليها الديل بتاعت السمك، ديل السمك اهو يا جماعه. احطها كده وهغطيها بالرز بتاعي عشان انا عايزه السمك يستوي مع الرز. وهشوف بقى عندي حته تانية، ولتكن دي مثلا، دي برضو حته من الراس اهو. دي بقى برضو نفس الحكايه، فيها بالرز اللي عندي. خلاص، برضو حته تاني برضو من الراس نفس الحكايه. تمام اهو، واغطيها كده، وهنزل عليها شويه من التقليه بتاعتي الحلوه كده. تمام، بس كده اهو يا جماعه. حطيت لها كوبايه ونص من الميه، وعلى طول هدخلها الفرن دلوقتي. دي التقليه بتاعت السمك اللي هعملها قدامكم دلوقتي حالا. وده طبعا قرن الفلفل اللي عملناه مع بعض، حمرناه مع البصله. فاضل بقى صينيه الفخار بالسمك دلوقتي. مع الجزء الثاني من السمك، اللهم بارك، بيتحمر غير السمك اللي احنا حمرناه. ده جزء تاني من السمك بيتحمر زي ما احنا شايفين. السمك برضو اللي طلعناه معاكم اول مره واخدنا منه وعملنا صينيه السمك بالرز، واخدنا الروس وحطيناه. شايفين يا جماعه السمك اهو. روس السمك. ابتدي بقى شايفين التقليه دي؟ واو، تقليه جميله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين شكل التقليه دي؟ شايفين ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. دي بقى انزل عليها كده اهو. شايفين الحبه دول اهو كده، ما شاء الله. شويه سمك، انما شويه سمك. القرن ده بيبقى في النص اهو. شايفين انا غطيت وش السمك كله يا جماعه اهو، وهو مطلوب اثباته. تمام كده، خلصت الكميه اللي عندي، وهنزل بالباقي. لازم انزل بالباقي اهو كده. تمام، اعملها كده بسها كده. خلاص كده انا لفيتها، وعلى طول على الفرن. السمك المحمر ده يا جماعه، كده حمرت سمك وعملت صينيه فخار بالسمك، وعملت كمان صينيه فخار بالرز مع روس السمك. تمام يا جماعه،
هبتدي اولع المروحه اهو كده. انا شغلت المروحه عليهم عشان توزع لي الحراره عليهم. صينيه سمك، روس سمك بحتت سمك، والتانية برضو نفس الكلام، روس سمك بحتت سمك مع صينية فخار بالرز بحتت سمك. تمام. وده كان الاكل بتاعي النهارده. وحمرت معاكم برضو، حمرت سمك. تمام. وكده انا خلصت يعني. بنعمل السمك المحمر اهو، باقي خلاص حتتين معايا خلاص كده اهو. كده اكون خلصت السمك بتاعي، خلصت النهارده الاكل بتاعي. وبالهنا والشفا، واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. كده يا جماعه انا خلصت، وده السمك المحمر اللي انا طلعته كده. تمام. خلصت الاكل النهارده. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير وصحه وسعاده. واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله.